عاملين ايه يا جماعه؟ يا رب تكونوا بالف خير. المهم النهارده عندنا مجموعه من قصص المتابعين، وانا يوميا بتجيلي قصص جديده كتيره جدا، بس طبعا انا بختار افضل القصص من القصص دي واعرضها ليكم. فاللي انا هحكيه في الحلقه بتاعت النهارده هي افضل القصص اللي جاتلي. ويلا علشان ما نطولش كتير في المقدمه نبتدي اول قصه من القصص. بيقول صاحب القصة الأولى: أنا من العراق يا أوشا، كنت عسكري في أيام 1987 في حرب ال8 سنوات مع إيران، وكانت كتيبة مدفعية تابعة للحرس الجمهوري. في الفترة دي هجمت القوات الإيرانية على محافظة العمارة، واكتسحوا قواتنا المنهارة حتى وصلوا للشارع العام اللي بيربط بغداد للبصرة، وقطعوا الطريق لمدة أيام. إحنا كنا في مكان تاني واتحركنا لطرد القوات الإيرانية، وكان ضباطنا من قرايب صدام وعشيرته، واحنا افراد جنوده كانوا ظالمين وقاسيين ومتوحشين. لو ما هجمتش بقوه واندفاع يمكن تنعدم بسبب التخاذل في الميدان. ظباطنا خدونا لمواقع قواتنا اللي اتهزمت، وخلف الهجوم خسائر كبيره من الطرفين. احنا نشوف الجثث المرميه على الارض حوالينا واغلبهم ايرانيين، اما العراقيين اخلوهم لمكان تجمع الجثث، والايرانيين جه بلدوزر وحرتهم بالتراب واتدفنوا على جنبين الطريق، واصبحت مقابر ليهم على شكل تل ممتد المسافات. وده بامر من ضباط عشيرة صدام اللي ضربهم بالمواد الكيماوية، وما قدرش صدام يطردهم إلا بضربهم بالسلاح الكيماوي المحرم. وكنا نشم ريحة الجثث طول الليل والنهار. ولما نزلنا بأجازة بعد الهجوم، وكنت أسكن ببغداد مسافة طويلة، ولما جه ميعاد رجوعنا وانتهت الأجازة ما كانش فيه باصات ترجعنا للجبهة في العمارة. اتأخرنا وركبت بصعوبة في باص مليان. من كتر الزحمة وصلت بالليل متأخر حوالي الساعة 4 بعد الليل، ومسافة الكتيبة عن الطريق الدولي اللي احتلوه الإيرانيين حوالي 30 كيلو متر ومليان قصب، والسيارات قليلة اللي تدخل أو تروح لجبهة المعركة. حسيت وأنا ماشي إن في حد بيسقف ويرفص في الأرض بقوة، وكان صوت مسموع وواضح. لفيت ورايا ومفيش شيء. أكمل مشي يرجع التسقيف وصوت الرفص. اترعبت لدرجة إن رجليا ما بقتش قادرة تشيلني، وابتديت أمشي بالعكس ووشي لورا وظهري لقدام. نفس الحكاية، ليل وظلام وصوت أرقعة القصب وصوت التسقيف وصوت الرفص. قعدت وسط الطريق لأني ما كنتش متحمل وما كانش عندي أي قوة للحركة. اتخشبت رجليا وسلمت أمري لله. مين اللي هيجي يساعدني وينقذني من الرعب ده؟ وأنا عيني على طريق العمارة لبغداد جت شاحنة روسية بنسميها إيفا في الجيش العراقي، وبقت الأضواء بتاعتها بتقرب مني. قلت هتشوفني وأنا قاعد وسط الطريق لأن رجلي ما قدرتش أقف عليها، وفكرت إن السواق ممكن يفرمني لأنه هيفتكرني جن، أو الوقت متأخر ويمكن نعسان ويفرمني برضه. بس وصل لقرب 3 متر ووقف، وانا اقول يا رب يشوفني. وقام عسكري الشاحنه اللوري ينادي: انت انس؟ قلت له نعم. نزل وهو مرعوب مني وبيترعش واداني ايديه، لكن ازاي اطلع للشاحنه وهي عاليه وانا متخشب؟ فدفعني بقوه وكلمته على اللي حصل. قال لي اللي بيحصل ده طبيعي، كل يوم بنشوف الجن في المكان ده المليان جثث، بس انت اول مره تحصل معاك كده، علشان كده انت مرعوب وخايف. وانتهت القصه دي. القصة اللي بعدها بتقول: في الحقيقة حصل معايا موقف مش عارف حضرتك هتصدقني ولا لا. في عام 1987 كنت مجند في الجيش المصري، والوحدة بتاعتي كانت في السويس، لكن من وقت للتاني كان بيحصل تدريب للوحدة بتاعتي في سينا لمدة أسبوع. وكنا بالليل وأنا كنت رايح أجيب التعيين اللي هو وجبة العشاء، ولما كنت ماشي اتفاجئت إن أنا في مكان غير المكان اللي فيه عربية التعيين، وتهت في الجبل. ولما حاولت أرجع مكاني تاني حسيت بخطوات من ورايا وخفت ابص ورايا، ولما سرعت خطواتي لقيت الخطوات اللي ورايا بتسرع هي كمان. خفت وقلت اجري. لقيت الشخص اللي ورايا هو كمان بيجري لغايه ما حصلني، ولقيته بيجري جنبي، ولما بصيت عليه لقيته نسخه طبق الاصل مني، وكان هو كمان بيبص عليا وكأني بشوف نفسي في المرايه. ومن الخوف جريت بسرعه وما وقفتش لحد ما وصلت لمكان التدريب بتاعنا. وشافني القائد، ولما سألني مالك حكيت له اللي حصل، وما صدقش وضحك واتريق عليا جدا. وفي اليوم الثالث لقيت القائد في حالة مش طبيعية، ولما سألته حضرتك تعبان لقيته بيحكي على اللي حصل معاه، وهو اللي حصل معاه بالظبط، لأنه شاف نسخة تانية منه. ومن بعدها ما حاولتش أمشي في المكان ده تاني. تعالوا نشوف القصة اللي بعدها بتقول إيه. بيقول صاحب القصة: معايا قصة حقيقية من مصر، تحديدا في أسوان. لما كان عمري 13 سنة كنت بلعب بالليل مع أصحابي في المنطقة،
اللعبة كانت عبارة عن مجموعة تجري والمجموعة التانية تحاول تمسكهم كلهم قبل ما يوصل أي حد لمكان الفوز. وأنا كنت بجري في شارع جانبي بعيد شوية عن مكان البيت، ومعظم البيوت اللي في الشارع ده كانت مهدودة أو مهجورة. وفجأة وأنا ماشي شفت قدامي ست وراجل كبار في السن وكانوا جنب بعض وماشيين في عكس اتجاهي، وملامحهم كانت جامدة وكانوا غضبانين وكانوا بيخبطوا على البيوت اللي بيعدوا عليها في طريقهم. وأنا كنت مستغرب بس ما كانش تفكيري جامد في اللي بيعملوه، فعديت من وسطيهم وأنا بجري. راحت الست حاولت تمسكني من إيدي، لا هي فعلا مسكتني من إيدي مع إني كنت بجري. فكيت إيدي منها، وبعد ما عديت منهم بصيت ورايا لقيتهم عادي مكملين طريقهم زي ما هم، ولا حتى بصوا لورا ولا سمعت منهم أي كلمة. معرفش ليه أنا ما كنتش مدي أي اهتمام ليهم. كل رد فعلي إني بصيت لورا ووقفت أشوف لو هيحصل أي حاجة أو هيعتذروا للي عملوه. ولما ما حصلش أي حاجة منهم غير اللي كانوا بيعملوه كملت في طريقي. وبعد مسافة 3 متر في نفس الشارع لقيت واحدة ست واقفة على باب بيتها، وسألتني مين اللي كان بيخبط على الباب. فقلت لها الناس دي، ولما بصيت عليهم ما لقيتش أي حاجة. قلت للست على اللي حصل، فسألتني أنت بتعمل إيه هنا لحد دلوقتي؟ فقلت لها إيه اللي جابني هنا؟ فقالت لي اجري بسرعة على بيتكم وما تقفش أبدا غير لما توصل لمنطقتكم أو الشارع بتاعكم. وأنا عملت كده بالظبط وحكيت لأصحابي على اللي حصل وروحنا بيوتنا. وتاني يوم كنا في الشارع وكنت بحكي عن اللي حصل ده لواحد صاحبي، وكان جنبنا راجل من جيراننا سمعنا وحكيت له على اللي حصل، وقال لي كلام خلانا اترعب. قال لي ان الشارع ده اللي كنت فيه كان عايش في بيت من بيوته راجل وست كبار في السن، وكان عندهم ابن صغير جابوه في سن متأخر جدا وكانوا سعداء بيه. لكن في يوم سمعنا ان الولد ده وقع من فوق البلكونة ومات، ومن يومها حياتهم اتبدلت لدرجة ان الام ما بقتش تتكلم، والاب اختفى عن الناس وما عادش يخرج من بيته ابدا زي الاول. وقال لي ان في يوم لقينا فيه دوشة كبيرة وشرطة رايحة لبيت الراجل ده، وعرفنا انه ذبح مراته وانتحر ومحدش عارف السبب الاكيد. في ناس بتقول انهم كانوا بيعملوا سحر علشان يتواصلوا مع ابنهم اللي مات، وناس بتقول ان البيت تحته آثار والراجل كان بيدور عليها لوحده واستعان بالسحر وده السبب، وناس بتقول ابنهم اللي مات كان بيظهر لهم وده اللي خلاهم يعملوا كده في نفسه. ومحدش يعرف السبب الحقيقي، والبيت مهجور لحد دلوقتي. لكن الشارع فيه بيوت كتير اتسكنت واتغير عن زمان، لان وقتها كان عندي 13 سنة ودلوقتي انا 22 سنة، يعني تقريبا في 2009. وشكرا وبس. ولحد كده خلصت القصة دي. طيب القصة اللي بعدها بيقول صاحبها: أستاذ أوش أخوك أبو مصطفى من فلسطين، نفسي أتواصل معاك أو أوصل لك القصة اللي حصلت معايا من وأنا صغير. أنا اليوم عمري 30 سنة، والموقف اللي صار معايا كان وقتها عمري 9 سنين. إحنا أسرة بتتكون من 3 شباب و3 بنات، وحصل النصيب وتقدم واحد لأختي الكبيرة وهي أكبر واحدة فينا، وكان عمرها وقتها 17 سنة. أبويا وافق وكنا فرحانين لأنها أول شخص عندنا في العيلة بيتجوز. يا ريت تحكي قصتي لأنها حقيقية ومش هزار، واللي حصل مع أختي عليه شهود كتير وبتقدر تستفسر عن الموضوع ده. بديك معلومات مفصلة فين المكان وإيه اللي حصل. وبيكمل ويقول: اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللي حصل إن بعد جواز أختي بأسبوع وكان وقتها عمرها 18 سنة، جوزها كان بيشتغل أغلب شغله في الليل وما كانش بيقعد في البيت حتى بالنهار، وتشتكي من أمور غريبة بتحصل معاها في البيت. مش مرتاحة وبتحس إن في حد بيخنقها وهي نايمة. بتشوف ناس في البيت جسم إنسان ولكن الراس بتكون حيوان، كلب أو خنزير. ومع مرور الوقت وأبويا كان بيروح عندها وبيقرأ قرآن ويهديها، لحد ما حصل إن أبويا بيبعتني أنا وأختي التانية نبات عندها بالليل، وده لأن جوزها مش في البيت. بقينا نشوف حاجات في البيت معاها. مرة أشوف أختي صاحية من النوم وبتمشي وهي نايمة، وتروح المطبخ تعمل أكل تاكل وترجع تنام وهي نايمة أصلا. ومرة أسمع تكسير أطباق في المطبخ وننزل ما نشوفش أي حاجة، لحد ما في مرة سمعنا صوت صريخ عالي في البيت، ونزلنا الدور اللي تحت في المطبخ واختفى صوت الصريخ. وسمعنا صوت زبيب النمل بس بصوت عالي وغريب. أنا معرفش إيه صوت زبيب النمل ده الصراحة يا جماعة. المهم بيقول: أنا بحكي معاك وأنا عمري ما بنسى المواقف اللي صارت معايا هناك، لأن في مرة منهم عملتها على روحي، لأن صحيت من النوم الفرشة اللي كنت نايم عليها كانت طايرة في الهواء. دارت الأيام ومرت السنين، وأختي جابت أول بنت وسميناها رحيق، وكنا فرحانين بيها وكبرت رحيق
وبقت تزحف على الارض وتقف وتقع. بس ملحقناش نفرح كتير لان حصل مواقف اصعب من اللي كانت بتحصل. مرة لقيناها جوه الخزانة، الدولاب يعني، وكان مقفول عليها وكانت فاقدة للوعي. ومرة لقيناها على سطح البيت بتزحف وربنا ستر وما وقعتش، لحد ما قررت اختي تسيب البيت او يلاقوا لها اي حل، لان صعب تعيش في بيت كله جحيم ومناظر زي دي. ابويا ما كانش ملتزم قوي، فقرر انه يتوجه خالي اسمه مصطفى، امام مسجد في قرية زلفة، والمعروف انه شيخ متدين بيخاف ربنا وبيحب الخير للناس وبيفهم في الامور دي. خالي خد بعضه وراح عند اهلي في البيت وشرحوا له اللي بيحصل عند اختي، وقال لهم انتوا ازاي اتاخرتوا لحد دلوقتي؟ انتوا عارفين ان الامور دي ما فيهاش استهتار، ممكن تتسبب لحد فيكم بالجنون من المناظر اللي بيشوفها. اتفقوا على اللقاء في بيت اختي، وكان يوم جمعة، وبعد الساعة 8 بالليل اول ما دخل البيت خالي حس ان في شيء غريب، وعرف على طول ان اللي موجود في البيت ده مش سهل، وبدأ على طول بتلاوة القرآن والرقية الشرعية، وكان بيقرأ حاجات تانية أنا ما كنتش فاهمها، بس مجرد إنه كان بيقرأ كان بيحصل أمور رهيبة. حاجات كانت بتتهز في البيت، صحون في المطبخ كانت تتكسر وتطير، لدرجة إن في مفك طار وكان راح يجي في خالي. أبويا انتبه ومسك خالي وخده على جنب، وفجأة سمعت صوت زبيب النمل اللي كنا بنسمعه بس بصوت عالي وصريخ. وبدأ خالي يمشي ويلف في البيت، ولقى في البيت 6 حجابات مزروعين في كل زوايا البيت، في سرير البنت وفي مخدة اختي وفي الورد وفي كل البيت. بس خالي بعد ما لقاه مفك السحر عنهم ما وقفش، لانه كان شايف شيء تاني. اتضح ان بيت اختي مبني وتحتيه مقبرة قديمة عثمانية، وده الشيء اللي زود قوة الحجابات. وبعد ما نفك السحر سمعنا صوت نار وشفناها طالعة من المطبخ من عند الحنفية واتطفت وراحت الاصوات. وبعدين خالي حكى انه انتهى من كل شيء والحمد لله، ولبس اختي سلسلة فيها آية الكرسي، ومن بعدها ما حصلش اي شيء في البيت. بس اختي قررت انها تبيع البيت وتسكن في مكان تاني، وبالفعل بعد شهر باعوا البيت وسكنوا في منطقة تانية، والحمد لله كله تمام وهي اليوم مبسوطة. وده اللي حصل معانا، وانا من اشد المعجبين بيك وبقناتك واسلوبك في تقديم القصص. صحيح ان في بعض القصص بتكون خيالية ومخيفة، بس لما بنسمع قصص واقعية وبتكون واقعية بصدق الواحد بيتعلم وبياخد حذره من كتير من الامور دي. والقصة دي واقعية 100%، ورب شاهد على ما اقول. شكرا، يا ريت تنشر. ولحد هنا خلصت القصة دي. القصة اللي بعدها بيقول صاحبها: أنا مقيم في قرية على أطراف مدينة اسطنبول في تركيا، والبيت فيه مساكن مبنية على جبل وإطلالة من فوق ولا أروع، وبالليل برضو بيبقى الهدوء ولا أروع، تطب الإبرة تسمع رنتها. وفي ليلة من ليالي الصيف كنت نايم على الكنبة في غرفة الجلوس، وأشوف منام مزعج أفوق منه وأسمع صوت دردشة من غرفة الأولاد، صوت ابني وأمه بتقوله: مفيش حاجة يا ابني. فتحت باب الغرفة وأنا أصلا مفزوع من المنام اللي أنا كنت لسه صاحي منه، ولاقي ابني اللي عمره 4 سنين في حضن أمه وهي بتطبطب عليه، وهو بيشاور على حد ويقول لي: مين ده؟ وانا ببص على الحيطه، وكانت اضاءه الغرفه على اللمبه الليليه بتاعت 6 فولت، يعني ضوء خفيف. ومسكت نفسي علشان ما يخافش وقلت له: مين ده؟ انت شايف حاجه هنا؟ فيقول لي: ايوه. قلت له: فين ده؟ فيشاور على سقف الدولاب ويقول لي: اهو مدلدل من على كتفك. انا جسمي اشعر. قلت له: يا ابني هو عمل لك حاجه؟ فيقول لي: كانوا جايين يضربوني ويشتكوني. كنت حاسس ان الولد بيتكلم جد وما كانش بيهلوس، وكان بيحكي وهو مش خايف. المهم قلت بصوت عالي: بعد اذنكم اخرجوا بره. وقعدت اتكلم وكاني بتكلم مع ناس انا مش شايفهم، وقلت: استحلفكم بالله ما تاذوناش ولا ناذيكم، بعد اذنكم اخرجوا بره. والاقي ابني بيقول لي: اهم طلعوا. انا ارتبكت اكتر وجسمي اشعر اكتر، ولفيت وقلت لامه: ايه السبب؟ مين ازعجه؟ اتاريها كانت مشغله جهاز الرذاذ بتاع التنفس لابني بالليل علشان كان بيكح، والجهاز بيعمل صوت مزعج. قلت لها: ما ترجعيش تشغلي الجهاز ده تاني بعد الساعه 10 بالليل. وقلت بصوت مسموع: يا جماعه بوعدكم ان انا مش هزعجكم تاني. ولاقي ابني بيقول: اهم بيضحكوا. انا ماسك نفسي لاني مش شايف حاجه، ورحت اقول بصوت عالي: اعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق وزرع وبرأ، واقرا قرآن. الاقي ابني بيقول لي: دول خرجوا جري. والمعلوماتك ابني وحيد وملناش غيره، وعمرنا ما حكينا له اي شيء يخوفه ولا عنده اي مشاكل، بس كان في صور حيوانات وصور ليه بالغرفه شلناهم. وبيقول صاحب القصة: أنصح الجميع يشيلوا صور الحيوانات والبني آدمين والألعاب زي الدبدوب والأرانب من غرف الأطفال علشان ما يتأذوش، وربنا يحمي ولادكم. ولحد هنا خلصت القصة دي. تعالوا نشوف القصة اللي
اللي بعدها بتقول ايه؟ السلام عليكم اخي الكريم، انا حابب ابعت لك قصص حقيقيه وحصلت معايا شخصيا. مره وانا صغير كنت في الاعدادي تقريبا، وانا حاليا عندي 45 سنه. كان ليا اخ واخت اكبر مني. اخويا الكبير كان مسافر السعوديه علشان يشتغل زي اي شاب، واحنا كنا ساكنين في منطقه في وسط البلد، وحصل معانا مشاكل في السكن اللي كنا فيه، واتنقلنا لسكن تاني بس كان في اطراف المدينه في منطقه جديده وسط الاراضي الزراعيه. وكان في طريقين للمنطقه دي، طريق على الاسفلت وطريق في وسط الاراضي الزراعيه. والناس حذروني من الطريق الزراعي ده خاصه في الليل، كانوا بيقولوا انه مسكون، وانا بصراحه كنت بحب المغامره ومشيت كتير في الطريق ده بالليل وبالنهار، لكن عمري ما شفت فيه اي حاجه. ولما اخويا رجع من السفر كنا بنمشي انا وهو للمنطقه القديمه اللي كنا ساكنين فيها، نسهر مع اصحابنا ونرجع في اخر الليل. وفي يوم قلت لاخويا الطريق الزراعي ده قصير بس الناس بيقولوا عليه انه مسكون. فرد عليا اخويا وقال لي انت بتخوفني، انا ما بخافش. وقال لي تعالى نمشي ونجرب، انت مش عارف الطريق ده؟ قلت له عارفه ومشيت فيه كتير. قال لي طيب تعالى نمشي. ومشينا وفضلنا نتكلم طول الطريق. وفي نهاية الطريق ده بيصغر، فبيبقى عبارة عن حد صغير، وعلى يمين الأراضي الزراعية وعلى شمال الترعة اللي بيرووا منها الزرع. وفجأة واحنا ماشيين، أنا كنت ماشي قدام وأخويا كان ماشي ورايا، فجأة لقيت أخويا بيزعق ويقول بصوت عالي بسم الله الرحمن الرحيم. بصيت ورايا لقيت أخويا كان وقع في الترعة، وفجأة لقيته واقف ورايا. قلت له مالك في إيه؟ قال لي مفيش، رجلي بس اتزحلقت. وفضلنا ماشيين بس هو كان بيعرج من وجع رجليه. ولما وصلنا لحتة فيها نور لقيت رجله ورمة وزرقاء وعليها علامة صوابع ايد. فبقول له ايه ده؟ فقال لي انا مرضتش اقول لك علشان ما تخافش. قال لي في حاجة شدت رجلي من الترعة، ولما سميت كأني دوست على سوسته نطرتني بره الترعة. واللي اكد لي ان في حاجة شدته منظر رجله، وان رجله اللي اتشدت كانت رجله اليمين اللي جنب الارض مش الشمال اللي كانت جنب الترعة. وكلامي ده ربنا شاهد عليه. وبيكمل ويقول ان عنده قصة تانية. بيقول كنت في الجيش وقتها، وكنت في سلاح حرس الحدود، وكانت الكتيبة اللي كنت بخدم فيها كان ليها نقاط تفتيش كتير بنمسك فيها خدمة عسكرية. وكان من ضمن النقاط دي كانت نقطة اسمها مساكن الضباط. وكانت المساكن دي عبارة عن قرية صغيرة على الجبل، عبارة عن مجموعة شقق دور واحد، وكل شقة كانت بتبعد عن الشقة التانية حوالي 100 متر أو أكتر. وعرفت إن المساكن دي كانت للضباط زمان اللي كانوا من محافظات بعيدة، اللي عاوز يجيب مراته وعياله ويسكنوا فيها وهكذا. وعرفت كمان إن اللي بيمسك فيها خدمة مرة يا إما كان يسيب الخدمة ويهرب، أو ما عادش يمسك فيها خدمة تاني. وإن الضباط لما كانوا بيحبوا يقدروا العساكر كانوا بيمسكوهم خدمة فيها. وأول مرة طلعت خدمة فيها كنت أنا و2 عساكر معايا في خدمة ليلية. وحكولي العساكر اللي كانوا معايا على القرية دي، وقالوا ان العساكر اللي قبلهم حكوا لهم عليها وكانوا بيشوفوا فيها حاجات غريبة. واتفقنا اننا علشان نعدي الليلة دي نفضل سهرانين احنا ال3 وما ننامش ونونس بعض. وعلى الساعة 1 بالليل بدأت الحفلة. ما تستغربش ان بقول لك كلمة حفلة، لانها فعلا كانت حفلة بجد. سمعنا اصوات بيبان بتتفتح وشبابيك بتتفتح في الشقق اللي حوالينا، وتتقفل بصوت عالي جدا زي ما يكون حد بيرزع فيها. وفضلنا نلف على الشقق احنا ال3 لكن مفيش اي حاجة مفتوحة. طيب الصوت ده كان جاي منين؟ احنا عارفين ان العفاريت هي اللي كانت بتعمل كده، بس احنا كنا مع بعض قلبنا جامد ومعانا السلاح ومش خايفين. ورجعنا تاني للشقة اللي كنا قاعدين فيها، وشوية ونسمع صوت حلل واطباق وكوبايات ومعالق بتتخبط في بعض، وبرضه مفيش حاجة. وكان فاضل على الفجر حوالي ساعة، فقلنا لبعض تعالوا نتسلى. وجبنا صفايح من بتاعة علب السمنة وعلب الفول، وكل واحد مسك عصاية، وفضلنا نطبل ونغني علشان ما نخافش. وما عملناش اي اهتمام للاصوات اللي حوالينا. وفجأة بدأ يترمي علينا طوب وحصى مش عارفين بيجي منين. خدنا سلاحنا وطلعنا نجري احنا ال3 لحد الكتيبة، وكان بينا وبينها حوالي 1.5 كيلو. معرفناش احنا وصلنا هناك ازاي من كتر الخوف اللي كنا فيه. ودخلنا على الضابط النبطشي وحكينا له الحكاية، وقعد يضحك وقال الحمد لله انكم رجعتم بالسلامة، روحوا سلموا سلاحكم وناموا. في ناس تانية غيركم اتجننوا، في اللي هرب من الجيش بسبب القرية دي وفضل يضحك علينا. وعرفنا بعدها ان القرية دي مات فيها ناس كتير ايام الحرب. بس ودي كانت نهاية القصة، وعندي قصص تانية كتير حصلت معايا شخصيا وكلها قصص حقيقية. ولو انت حابب ابعت لك القصص عرفني، انا بحب القصص بتاعتك وبحب اتابع حضرتك. ماشي يا عم، ابعت بقية القصص اللي عندك. القصة اللي بعدها بتقول انا قصتي لما كان عمري 14 سنة وكنت في تركيا. انا اصلي جزائري، لكن والدي خدنا بره انا وامي و2 من اخواتي. والدي قرر انه يستعير بيت من عمي، وعمي وافق، لكنه حذره انه ما يصرخش في البيت او يغني بصوت عالي او يشغل اغاني. فوالدي وافق على كده،
وقلنا ماشي. ولما اخويا الصغير اللي عمره 8 سنين استفرغ على والدي، فوالدي صرخ عليه، وبعدها بدأت نوافذ تتفتح وتتقفل، فوالدي انزعج فقفل النوافذ، وبعدها بدأ الرعب. بدأت أسمع صوت امرأة بتصرخ وكأنها بتتعذب. استخبيت أنا وإخواتي وأمي ووالدي في البطانية. على الساعة 8 بالليل رحت الحمام وشفت شخص بيجري لمكان عيلتي، فصرخت وجريت بأقصى ما عندي، وسمعت صوت صريخ المرأة اللي كانت بتصرخ قبل كده، ولقيت تليفون والدتي فشغلت عليه قرآن. وبعدها والدي قال لعمي على اللي حصل، ومن وقتها وما شفناش البيت ده تاني نهائي. القصة اللي بعدها بتقول في واحد قريبنا عنده 18 سنة، والحكاية دي حصلت في الخمسينات في الأرياف. كان أهله يلاقوا تحت المخدة بتاعته فلوس كتير ومجوهرات، مع إنه مش شغال زي إخواته. ساعات بيسافر مع والده في بعض الأشغال، تجارة القطن. وفي يوم من الأيام وهو نايم، والدته كانت نازلة على السلم، لقت واحدة جميلة قاعدة جنب ابنها النايم على المصطبة. الأم صوتت وصحت البيت كله، والبيت اتجمع حوالين الولد. وبعد كده الولد اعترف إنه متجوز جنية وبتزوره كل يوم تقريبا بشكل أي بنت وهو بيطلبها منها. المهم أهله جابوا شيخ يقرأ عليه في البيت، والموضوع اختفى تماما. وكان كل يوم حد من العيلة يبات جنبه. وبعد مدة لما اطمنوا رجع الشاب ينام لوحده. وفي يوم الأم صحيت بالليل وحست بقلق على ابنها، فنزلت تشوفه، واتفاجئت بان البنت الجميله ومعاها ناس تانيين حاطين ابنها في شوال وماشيين بيه. وجريت هي والناس اللي صحيوا في البيت على الشوال، وخرجت ابنها منه اللي كان نايم ومش دريان باي حاجه. وجابوا شيخ يقرا على الولد في البيت، والموضوع بقى تمام وما بقوش يسيبوه لوحده. المهم بعد سنه من الكلام ده الولد كان مسافر مع والده في شغل تجاره القطن في محل واحد من التجار. الولد استأذن يخش الحمام اللي داخل المحل. الولد دخل الحمام واتأخر. ابوه قلق وراحوا يخبطوا عليه في الحمام، لقوا الحمام مقفول. كسروا الباب لقوا الحمام فاضي، ولغايه دلوقتي ما يعرفوش ليه اصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. القصه اللي بعدها بتقول اقسم بالله الموقف ده حصل معايا وانا عندي 12 سنه. والدي اداني 50 جنيه وقال لي روحي هاتلنا ازازه بيبسي لتر، وكان في الوقت ده تمنها جنيه ونص الازازه الكبيره. وجبت باقي ال50 جنيه وحطيتهم لوالدي على الترابيزه، وفي لمح البصر اختفت الفلوس. افتكرت ان في حد من اخواتي خد الفلوس دي، لكن دورنا عليها وقلبنا عليها الشقه ما لقيناهاش. وبعد 7 سنين حصلت لنا ظروف طارئه وسيبنا سكننا وقفلناه، ورحنا قعدنا في مكان تاني انا ووالدي واخواتي. وبعد 7 سنين رجعنا تاني بيتنا القديم، واقسم بالله لقيت الفلوس على السرير بتاع اوضه نومي. وفي اليوم ده كنت هتجنن انا واخواتي، لكن اتضح ان الشقه فعلا حقيقي مسكونه، وعشنا في الشقه دي زياده عن اكتر من 25 سنه. والحمد لله رب العالمين دلوقتي احنا سبناها، وكل واحد فينا في اخواتنا اتجوز وخلف وعايش في بيته. لكن عمرنا ما هننسى الموقف ده اللي حصل لينا في الشقه المرعبه دي، ورغم كده اقسم بالله كنا عايشين فيها. القصة اللي بعدها بتقول أنا بتحصل معايا حاجات كتير من صغري لحد دلوقتي، أقربها من كام شهر. أنا من هنا ومتجوزة في اسكندرية، ومن حوالي 6 شهور رحت الصعيد عند أهلي، وأنا من عادتي إني بحب آخد مفاتيح شقتي اللي في اسكندرية. معايا ميداليتين، مفاتيح واحدة لشقتي اللي في اسكندرية وواحدة تانية للشقة اللي في الصعيد. المهم أنا فاكرة كويس إن قفلت باب شقتي بإيدي، والله العظيم أنا قفلت باب شقتي بإيدي وحطيت المفاتيح في الشنطة زي كل مرة. بس الغريب إن لما رحت الصعيد بطلع المفاتيح من الشنطة ما لقيتهاش خالص، والغريب إن لقيت الميدالية اللي كان فيها المفاتيح كانت فاضية. دورت في كل حتة حتى شنطة السفر بتاعتي وشنطة الأولاد ما لقيتش المفاتيح، وأولاد إخواتي دوروا معايا في كل مكان، لدرجة إني شكيت في واحدة كده وخفت منها قوي، وكمان كانت تصرفاتها غريبة، وكل اللي كانوا قاعدين معايا شكوا فيها هي كمان. المهم بعد تدوير لأيام تقريبا طول الأجازة بتاعتي، وهي اللي كانت 40 يوم، مفيش مفاتيح، فص ملح وداب. وقلت لجوزي يعمل لي مفاتيح غيرها، وفعلا عمل لي غيرها. ورجعت شقتي ونظفتها وخلاص المفاتيح راحت. تصدق ان بعد فترة طويلة من رجوعي شقتي بعد شهر وشوية لقيت المفاتيح في مكان مستحيل تكون فيه. لقيتها على الركنة اللي في الصالة واللي تقريبا كل يوم برتبها، وما كانتش مستخبية لانها كانت على الركن عادي خالص وكأني لسه حطاها. معرفش ازاي، اقسم بالله انا اللي قفلت باب شقتي بايدي وحطيتها في الشنطة، مش عارفة ازاي ده حصل. نفس الكلام ده فعلا حصل معايا شخصيا. طيب القصة اللي بعدها بتقول الكلام ده في الستينات، قريب من بيت جدي كان في مدافن، لو وقفت على سطح بيتنا هتشوفها. المهم عمي وقتها كان طالب في الجامعة
كان سهران بيذاكر بالليل علشان الامتحانات. بص من على السطح لقى جارتهم العجوز شايله حاجه كده زي الطبق عليه نار ورايحه ناحيه المدافن، ودخلت جواها وما خرجتش منها. تاني يوم عمي سالها ايه اللي وداك المدافن بالليل؟ الست استغربت وقالت انا ما خرجتش من البيت نهائي بالليل. المهم انا لما عمي حكى لي القصه في نفس اليوم حلمت اني واقفه في بيت جدي ولقيت الست العجوز خارجه بالطبق اللي عليه نار، وانا مرعوبه وخايفه، لكن بلاقي نفسي بمشي وراها غصب عني، وكل ما احاول ارجع الاقي حاجه بتزقني على المدافن. المهم دخلت وراها المدافن لقيتها مدياني ظهرها وطبق النار جنبها، وفجأة راحت بصت عليا فشفت وش مرعب لسه في ذاكرتي لحد دلوقتي، وصرخت صرخة مرعبة. لقيت نفسي اتنطرت من على السرير وأمي صحيت من الصوت وخليتها تنام جنبي أنا وأختي وخلينا النور مولع وبس. ولحد كده خلصت القصة دي. الله أعلم، شكل كده جارتكم دي ساحرة. طيب القصة اللي بعدها بيقول صاحبها: السلام عليكم أستاذ الفاضل، اسمي حسام العبسي من دولة اليمن، وأريد أن أحكي لك قصة مرعبة حصلت لي قبل أكثر من 3 سنوات في قريتي بتاعز، وأنا أقسم بالله إنها حقيقية وسببت لي حالة من الخوف. وإليك القصة. من أكتر من 3 سنين كنت أنا وإخواتي وأبي وأمي الله يرحمها في دار جدي بتعز، ورحنا هناك الدار لأن جدي مات. فلما وصلنا أنا وعيلتي للدار عند أذان المغرب رحت لغرفة جدتي علشان استريح في سريرها لأننا كنا تعبانين من السفر، وعند أذان العشاء صحيت من السرير علشان أصلي وأتعشى. ولما رجعت لغرفة السرير وقبل ما أغمض عيني فجأة سمعت قرقرة كأن شخص يخشخش خشبة السرير من تحتي، ولما صحيت اختفى الصوت وقلت في نفسي إنها تخيلات من عقلي. ولما نسيت الأمر ورجعت للسرير وكنت خلاص بغمض عيني سمعت الصوت مرة تانية لكن بشكل أسرع. حاولت أقوم بشكل أسرع لكني ما قدرتش أعرف مصدر الصوت ده، واستمرت الأصوات لحد الساعة 5 الفجر وما قدرتش أنام بسبب الأصوات دي. ولما صحيت بقيت العيلة قلت لهم على اللي حصل لكنهم ما صدقونيش وقالوا لي إن أنا بعمل فيهم مقلب. زعلت جدا من كلامهم ده، وعدى اليوم من غير أي مشاكل لحد ما جه وقت النوم. خفت من الأصوات اللي كانت بتزعجني امبارح لكني استجمعت شجاعتي ورجعت للسرير. ولما كنت لسه بغمض عيني فجأة سمعت صوت أرعب منه وكان أشبه بتنفس شخص تحت سريري، وقلت في نفسي إن أنا أتجاهله، واتجاهلت الصوت وكان الصوت عمال يزيد أكتر وأكتر، واتجاهلت كل ده وبعدها اختفت كل الأصوات. ولما دقت ساعتي على 4 الفجر قمت علشان أتوضى وأصلي الفجر، وبعد ما كملت واجبي رحت لنافذة غرفة الضيوف علشان أستنشق الهواء النقي. ولما فتحت النافذة أو الشباك علشان أستنشق الهواء النقي شفت اللي عيني ما شافتهوش أبدا. شفت سيدة مخيفة بجانب شجرة ضرنة وشكلها مرعب جدا، كان شعرها مغطي وشها وكانت لابسة لبس اسود كسواد الليل، وايديها كانت لونها ابيض وضوافرها كانت طويلة جدا. حسيت بالخوف الشديد بسبب منظر المرأة المخيفة دي لدرجة اني اتجمدت من الخوف الشديد. ولما كنت بهرب واقفل النافذة بصيت للمرأة دي وشاورت عليا، وبعدها شاورت على رقبتها كأنها بتهدد بقتلي. فاتفزعت من الخوف واتصبت بالهلع، وده اللي خلاني ادخل في حالة اغماء. ومن بعدها مش فاكر ايه اللي حصل لي بعد الحادثة دي. فقت بعدها وانا في المستشفى وكنت شايف عيلتي وهي حزينة عليا. في اللحظة دي كنت سعيد وفي نفس الوقت كنت خايف. فجه شيخ قريتي وقلت له اللي حصل لي، فحكى لي ان كان في سيدة عجوز كانت تسكن في الارض دي وكانت عايشة فيها قبل بنى الدار بتاع عيلتي، وجدي كان مشتري الارض دي منها. صحيح انها وافقت على البيع إلا إنها كانت حزينة بسبب الذكريات اللي قضت أوقاتها فيها لما كانت صغيرة. وبعد أسبوع من البيع ماتت السيدة العجوز من القهر على الأرض دي بسبب البيع. حسب ما سمعت إن شبحها حاول الانتقام من جدي وهدم الدار علشان ترجع الأرض بتاعتها، فبكيت من جوايا علشانها. وبعدها خرجت أنا وعيلتي من المستشفى ورحت لقبر السيدة دي علشان تسامحني واستسمحها على جدي واطلب منها المسامحة على روح جدي. وعملت كل ده لحد ما جه موعد الرحيل. ولما رحت لغرفة جدتي علشان ألم الشنط بتاعتي استعدادا للعودة لصنعاء لقيت رسالة غريبة، ولما فتحتها كان مكتوب فيها بدم أحمر وقالت المسامح كريم وأنا أسامحه. صحيح أنا سألت كل عيلتي عن الرسالة دي وأقسموا إنهم ما كتبوش ليا أي رسالة، إلا إني فرحت علشان السيدة الجميلة اللي سامحت جدي الله يرحمه. ورجعنا لصنعاء أنا وعائلتي وعشنا في سعادة وهناء. وكان ده أول وآخر موقف مرعب حصل لي في حياتي، وشكرا.
وفي الآخر قال شكرا على قراية القصة وهوصف لك مكان دار عائلتي. أنا في دولة اليمن في تعز في منطقة اسمها حيفان واسمها الغليبة أو الغليبة عبس على ما أعتقد، مش عارف أنا نطقت الاسم صح ولا غلط. القصة اللي بعدها بتقول كان عندي وأنا صغيرة خاتم ذهب اتقطم مني وخفت من عقاب ماما فخبيته في دولاب هدومي بمكان محدد انا عارفاه. لما ماما انتبهت الله يرحمها اني مش لابساه اضطريت ان انا اقول لها الحقيقه. فضلنا ندور نزلنا الهدوم كلها من الدولاب والله ورجعنا طبقناها من تاني وبرضه الخاتم ما ظهرش، وده سبب زعل لماما مني وافتكرت انه ضاع مني في الشارع. والله فضلت احلف لها كتير اني شلته في الدولاب لحد ما انا صدقت فعلا انه ضاع مني في الشارع. الغريب ان بعد سنه ولا سنتين يعني مرت اكتر من سنه اتفاجئت بوجود الخاتم تاني في نفس الرف اللي كنت حاطاه فيه، رغم ان الهدوم معظمها اتغير من الدولاب في الوقت ده لكن الخاتم رجع مكانه. سبحان الله، حاجه ملهاش اي تفسير وحصلت بالفعل معايا وبتحصل مع ناس كتير. تعالوا نشوف القصة اللي بعدها بتقول ايه. بيقول صاحب القصة قصتي بسيطة، أنا مهندس بشتغل بمناطق نائية غير مهيئة للسكن وبعيدة عن المدن. كنت شغال بمنطقة حدودية صحراوية بدول الخليج بمنفذ لخط الغاز أو تقريبا بننفذ خط الغاز، وساكن أيضا بالمشروع بكومباوند مؤقت سكن للمهندسين وللعمال اللي هو الكرفانات، وبنبقى نغير مكانهم على امتداد المشروع حسب الاحتياج. القصة بدأت لما جت شركة اتصالات ونفذت برج انترنت قوي بجانب السكن، يعني مسافة 15 كيلو متر. المسافة دي تعتبر صغيرة بالنسبة للصحراء اللي احنا فيها، هي خلا طبعا مفيش جنس بني آدم هناك ولا الهوا. فأنا بعد الساعة 9 بالليل أطلع أجلس بالسيارة بتاعتي تحت البرج اللي فتح اللي هو برج الإنترنت أو برج تقوية الشبكة علشان ألعب تحت البرج ده الألعاب أونلاين بالجوال بتاعي، والنت سريع وبكون مبسوط ولا الكنز. سرعة النت خيال وبتحمس وبشغل الأغاني بالسيارة بصوت عالي وعايش حياتي بالطول وبالعرض لمدة يومين بس. لكن في اليوم الثالث رحت ونفس الفيلم، شغلت أغاني وبلعب تحت البرج، بس اتزنقت وكنت عايز أفك مية، فنزلت من العربية وانا بفك المية ومبسوط حسيت ان في واحد نفخ في ودني اليمين. قلت في نفسي يمكن هوا مع ان الجو سكون. رجعت على السيارة وشغلت الاغاني. بعد شوية في شخص بيرمي عليا حصى، رحت وقفت الاغاني علشان اتأكد من الصوت. يا عمي صحرا على مد عيني مفيش فيها اي بني ادم، وفي حصى مستمرة بتترمي على سيارتي بتيجي من العدم. وقتها اتأكدت ان انا بالمكان الخطأ وشكلي ازعجتهم بالاغاني او لما نزلت افك مية. رحت مسحت اللعبة ورجعت زي الصاروخ على السكن بتاعي. وفعلا انا بحياتي ما كنتش بآمن بالحاجات دي، دايما شغال في الصحراء بطبيعة شغلي وما بخافش ولا بفكر في الحاجات دي ابدا ولا 1%. بس بعد الموقف اللي حصل لي ده ايقنت ان فعلا الاشياء دي موجودة، والافلام الهندية ممكن تحصل مع الواحد، فالواحد لازم يفضل محصن حاله ويصلي وينتبه من الاماكن الخلا او العالية او المهجورة. وبس، ولحد كده خلصت القصة دي. القصة اللي بعدها بيقول صاحبها أو صاحبتها أنا عندي قصة، هي قصة غريبة شوية. أنا من مصر بالتحديد في الدقهلية في قرية اسمها الظهرية. المهم كان زمان في بيت تيتا قبل ما كانت تشتريه، كان في واحد مأجر غرفة فكان بياكل سمك، فجت قطة سودة فالراجل اداها حتة سمكة، فالقطة طمعت وخدت السمكة كلها، فالراجل ضرب القطة. وبالليل كان نايم وصحي على صوت الباب وهو بيخبط، لقى رجالة كتير وكانوا بيقولوا له تعالى كلم العمدة بتاع البلد. فالراجل استغرب وقال عمدة مين اللي عايزني؟ وفجأة لقى الدنيا حواليه غير الدنيا، ولقى راجل قاعد على كرسي زي كراسي الملوك، ولقى ست ايديها مكسورة. فالراجل اللي قاعد على الكرسي قال له انت ضربت الست دي ليه؟ فالراجل اتكلم وقال انا ما ضربتش ستات ولا حاجة. قام الراجل اللي قاعد على الكرسي قال له لا انت ضربت واحدة علشان خدت سمكة. الراجل اتكلم وقال له انا ما ضربتش ستات، هو انا بس ضربت قطة علشان خدت مني سمكة من غير ما تستأذن. قام الراجل اللي قاعد على الكرسي قال للست او للقطة دي ان هي اللي غلطانة، وقال له انت هتطلع بس ما تحكيش لاي حد انك شفتنا. الراجل اول ما طلع تعب، وبعد 3 سنين حكى للناس اللي شافه، وبعدها باسبوع مات. وتيتا بتشوف واحدة بتمشي في الشقة لحد دلوقتي. وانا في يوم كنت نازلة اجيب طلب لقيت واحدة واقفة في نفس الغرفة اللي حصل فيها الموقف ده. نزلت وفتحت النور ما لقيتش اي حاجة. ولحد هنا خلصت القصة دي. القصة اللي بعدها بتقول في مرة انا والوالدة واخويا سافرنا من السودان لسوريا في عام 1994، ونزلنا في دمشق في حي اسمه كفر سوسة. الشقة كانت جميلة بس ما قدرتش احس براحة ابدا ابدا، خاصة لما جينا ننام. قررنا ننام في غرفة واحدة رغم ان الشقة فيها 3 غرف، وده بسبب البرد الشديد وكان عندنا
دفاية واحدة. أنا قررت أنام على مرتبة في الأرض. بعد ما طفينا النور ونمنا أنا شفت رجلين شبح عملاق كان بيتخطاني، وكنت متأكدة جدا، واتبليت من العرق وكنت بترعش من الخوف. حاولت أقرأ آية الكرسي بس من الرعب ما قدرتش. صحيت أمي وأخويا بصوت عالي وولعنا النور والشبح اختفى، بس هم قالوا إنهم ما حسوش بأي شيء. استغربت جدا، والحكاية دي اتكررت في نفس الليلة بعدها بساعتين، وما قدرتش أنام لحد الصبح. اليوم اللي بعده فتشنا البيت ولقينا غرفة بعيدة وشكلها مفصولة من الشقة، فيها باب وممر بينها وبين الشقة. لقينا فيها قطط كتيرة، يمكن 15 قطة، وبواقي أكل وعظم، والغرفة كانت قذرة جدا رغم جمال الشقة. قفلنا الباب وسألنا صاحب الشقة عن الغرفة دي، فقال لنا انسوها، مفيش داعي تفتحوا الباب ده، وليه فتحتوه؟ الراجل اضطرب وخاف وشكله مرتاحش للتصرف بتاعنا. عدى يومين وأنا أصريت نحول لشقة تانية، وفعلا حولنا على شقة تانية، وبعدها قدرت أنام طبيعي وبس. ولحد كده خلصت القصة دي. القصة اللي بعدها بتقول: أنا لما كان عندي 10 أو 9 سنين أمي حكت لنا حكاية عن قصة مرعبة حصلت في منطقة عمها في ولاية نابل بتونس. والقصة إن عم أمي كانت زوجته متوفية بقالها 9 سنين، وكان دايما يزور قبرها كل ليلة جمعة، لكنه بسبب العمل والظروف ما عادش يزورها من فترة طويلة، وكل ما ينوي إنه يزورها ينسى. لكن حصل شيء خلاه يرجع لها مرة تانية. في ليلة من الليالي الممطرة كان عم أمي سهران وحده في بيته بيتفرج على التلفاز على برنامج قديم كان متعود يتفرج عليه مع مراته اللي توفت. بس فجأة ظهرت مراته كانت قاعدة جنبه كأنها مش متوفية أصلا، بس عم أمي فضل يتكلم معاها هو كمان وهو مش واخد باله إنها متوفية أصلا. لكن بعد لحظات رن تليفونه، وكانت أخته هي اللي بترن عليه، ولما رفع السماعة كانت بتسأله وهي مرعوبة: أشوفك بتحكي مع نفسك من الشباك، مع مين بتتكلم؟ ولما قال لها إنه كان بيتكلم مع زوجته اتصدمت وقالت له: إزاي أنت زوجتك متوفية بقالها 9 سنين؟ ولما فاق من غفلته ابتدى يبص يمين وشمال وهو مرعوب وبينادي على زوجته. ومن وقتها عم أمي رجع يزور قبر زوجته كل ليلة جمعة. ولما سألته خالتي: هي زوجتك قالت لك إيه؟ فقال: هو أنت ليه ما عدتش تيجي تزورني مع إن كل ليلة ببات جنبك؟ أقسم بالله ما صدقت اللي سمعته ده. بسم الله الرحمن الرحيم. القصة اللي جاية دي هي آخر قصة معانا. بيقول صاحبها: والدي الله يرحمه بيحكي لنا حكاية بإنه كانت عنده بقرة كانت أمي بتحلبها كل صباح بكمية حوالي 5 لتر، وفي يوم من الأيام جت أمي الصبح علشان تحلبها ولقت ضروعها ناشفة وكأن حد حلبها، واستغربت وحكت لأبويا وقال لها: نشوف بكرة إيه اللي هيحصل وغيري مكان البقرة. وفي الصباح لقوها برضو ضروعها ناشفة ومفيش فيها أي حليب. وهنا قرر الوالد إنه ينام في الحوش قريب من البقرة بمكان مخفي. وفي حوالي الساعة 3 بعد نص الليل سمع حركة غريبة، وبدأ من تحت البطانية يشوف ايه الحركات دي، وفجأة شاف عجل صغير براس إنسان وكانت ليه لحية طويلة بيضة. دخل تحت البقرة وبدأ يرضع منها. ابتدى الوالد يقرأ آيات من القرآن وقام وجري ومسك العجل من زمارة رقبته. وهنا العجل بدأ يتكلم ويقول: سامحني، توبة، مقرب لها تاني ولا أرجع المكان ده تاني. والحمد لله. ومن بعدها المخلوق ده ما بيجيش للبقرة، وكمية الحليب رجعت زي ما كانت بالأول، والحمد لله رب العالمين. والحمد لله. ولحد كده خلصت القصص بتاعتنا. ولو انتوا في عندكم اي قصص وعايزين نحكيها اكتبوها هنا في الكومنتات تحت الفيديو، او ممكن تبعتولي القصص بتاعتكم في الرسائل على صفحة الفيس. ولحد هنا اقول لكم تصبحوا على خير ومع ألف سلام.